انا جربت اجهزه كتير من سلسله السي من ريلمي، ولكن الجهازين دول من ناحيه المواصفات والتصميم مختلفين تماما عن الاجهزه اللي قبل كده، وكمان مختلفين عن كل الاجهزه اللي موجوده معاهم في نفس الفئه السعريه. الجهازين دول هما الريلمي السي 30 والريلمي السي 35. وخليني اقول لك ان على مدار تجربه مطوله لاجهزه سلسله السي من ريلمي، تجربتي للسي 11 والسي 15 والسي 25 واي، الاجهزه دي كلها بالرغم من انها ما كانتش خاليه من العيوب، ولكن كانت بتقدم تجربه مميزه وتستحق الاحترام وسط الاجهزه المنافسه ليها في نفس الفئه السعريه. ولكن الاجهزه دي تصميميا ما كانش فيها اي حاجه مميزه لحد ما ريلمي قررت انها تنزل السي 30 والسي 35، اللي انا في اعتقادي ده اكتر جهاز مميز في سلسله السي من ريلمي. الجهازين دول من الفئه الاقتصاديه، وابرز شيء فيهم مميز هو التصميم والمواصفات الداخليه. الاجهزه تصميميا اختلفت تماما عن التصميم بتاع سلسله السي قبل كده. الزوايا الناعمه والكيرفات اللي كانت موجوده في الموبايلات اللي قبل كده دلوقتي مش موجوده. دلوقتي التصميم بقى مربع شويه والزوايا بتاعته حاده، اللي هو التصميم المعتاد اللي احنا كنا بنشوفه في اجهزه الفئه المتوسطه. دلوقتي ريلمي نقلته لاجهزه الفئه الاقتصاديه، وتحديدا السي 35 للامانه الديزاين بتاعه والظهر تحديدا بيخليك تحس كده ان الجهاز ده يعتبر من فئه سعريه اعلى من الفئه السعريه اللي هو نازل فيها. الظهر لامع، وفريم الكاميرات هتلاقي ليه بروز لطيف بيعكس الاضاءه كده بشكل شيك جدا، وزوايا الجهاز هتلاقيها حاده وبتحسسك ان الجهاز اغلى من سعره المعتاد. وحتى البصمه مش محطوطه في ظهر الجهاز عشان تحافظ على شياكته، البصمه هتلاقيها محطوطه هنا في فريم الجهاز مدمجه في زرار الباور، والسرعه بتاعتها كانت كويسه جدا. على الجانب الاخر الريلمي السي 30 جاي بنفس التصميم، الزوايا الحاده والتصميم المربع شويه، ولكن في المقابل الظهر هنا مش بيلمع. الظهر هنا هتلاقيه جاي من البلاستيك اللي بيخربش كده شويه لما تمسي صباعك عليه، وكمان هتلاقي فيه كاميرا وحيده ومعمول لها كده فريم افتراضي علشان يبقى واخد نفس لغه التصميم الجديده اللي ريلمي قررت انها تستخدمها مع الاجهزه الجديده من سلسله السي. ولكن بعيدا عن التصميم المميز للاجهزه، خلينا نتكلم عن الجوهر بتاعها والمواصفات الداخليه. وخليني اقول لك ان كلا الجهازين دول جايين بمعالج من شركه اسمها يونيسوك، والشركه دي انا كنت اتكلمت عنها بالتفصيل في ريفيو السي 25 واي، هتلاقيه موجود في الاي اللي فوق، كنت اتكلمت عن كل حاجه عنها. فباختصار الشركه دي بتنتج معالجات السعر بتاعها قليل، وفي نفس الوقت بتقدم فاليو عاليه جدا مقابل السعر، لان ادائها يعتبر كويس جدا. السي 30 جايبه معالج يونيسوك تي 612، والسي 35 جايبه معالج يونيسوك تي 618. والفرق ما بين المعالجين مش كبير قوي. التي 618 يعتبر اسرع شويه في التردد، وكمان معالج الرسوميات اللي موجود فيه اقوى من معالج الرسوميات اللي موجود في التي 612. ففي فرق هنا، ولكن مش الفرق الشاسع ما بين الاثنين. كلا الجهازين في تجربه الاستخدام اليومي، التجربه هنا كانت سلسه جدا، سرعه فتح التطبيقات كويسه، والتبديل ما بينها سلس، ومش هتحس ان انت ماسك جهاز من الفئه الاقتصاديه، هتحس ان الجهاز اسلس عن المعتاد بتاع الفئه دي. على الجانب الاخر حجم الرام في الجهازين هنا مختلف. السي 30 جاي بحجم رام 2 جيجا، والسي 35 جاي ب 4 جيجا بايت رام، ولكن الصراحه طبعا 2 جيجا مش هتكون كافيه للناس اللي بتحب تفتح برامج كتير في نفس الوقت، فال 4 جيجا هنا هتكون هي الاختيار الامن للناس اللي بتحب تستخدم برامج كتير في نفس الوقت. لكن الصراحه الشيء المميز في الاجهزه دي من حيث المواصفات هو نوع الذاكره الداخليه اللي موجوده فيه، مش الحجم. هنا بتكلم عن النوع، وكنت خصصت فيديو كامل عملته من سنه تقريبا كنت بتكلم فيه عن انواع الذاكره الداخليه اللي موجوده في الموبايلات، وازاي ان ممكن جهازين بنفس حجم الذاكره الداخليه بس واحد منهم يكون اسرع من الثاني علشان نوع الذاكره الداخليه مختلف. فشوف الفيديو ده من الاي اللي فوق، هيكون مفيد ليك جدا. على اي حال نرجع للجهازين بتوع الفيديو هنا، والجهازين هنا جايين بنوع ذاكره داخليه اسمه يو اف اس 2.1، والنوع الذاكره الداخليه ده في المعتاد ان احنا بنشوفه في الاجهزه بتاعه الفئه السعريه المتوسطه، لكن مش بنشوفه في الفئه الاقتصاديه خالص. نوع الذاكره ده متميز بان سرعه الكتابه والقراءه عليه سريعه، وكمان الموبايل يقدر يديله اوامر كتابه كتير واوامر قراءه كتير في نفس الوقت، والذاكره الداخليه هتقدر تعمل ده بدون ما يبقى لود عليها وتبطأ مع الوقت. فخليني اقول لك ان فكره ان انت تجيب موبايل ويبقى سريع مجرد ما تطلعه من علبه، ولما تنزل عليه ابلكيشنز كتير يبدا الجهاز يبطأ، السيناريو ده مش هيحصل مع الذاكره الداخليه اليو اف اس 2.1، لان الذاكره هنا سريعه، ومهما تحمل عليها الذاكره هتبقى قادره تجاري الطلبات اللي بيطلبها منها الموبايل، فتقدر تديك اداء كويس حتى مع الاستخدام المطول، وحتى لو انت حاطط حاجات كتير على الذاكره الداخليه. ففكره ان الشركه هنا مستخدمه ذاكره يو اف اس 2.1 في جهاز من فئه اقتصاديه بدل الاي ام ام سي 5.1 اللي موجوده تقريبا في كل الاجهزه اللي في الفئه السعريه بتاعتهم، دي تعتبر نقطه كويسه جدا وتستحق الاحترام. ولكن السؤال المهم هنا، هل المعالج الاقوى والذاكره الداخليه الاسرع دي كان ليهم تاثير بشكل سلبي على البطاريه، ولا البطاريه كان ادائها كويس؟ خليني اقول لك ان البطاريه هنا ادائها كان ممتاز على كلا الجهازين، ولكن مع الريلمي السي 30 الاداء كان احسن شويه. الجهاز ده خليني اقول لك ان هو ممكن بسهوله يتعدى ال 10 ساعات من وقت عمل الشاشه، ولكن السي 35 تحديدا الجهاز ده هيقعد معاك في حدود من 8 ل 9 ساعات
ساعات من وقت عمل الشاشه، وده علشان الشاشه بتاعته هنا جايه بدقه اعلى، دقتها فول اتش دي بلس في مقابل اتش دي بلس على السي 30. وبما اننا دخلنا في الشاشه فخلينا نتكلم شويه عن مواصفات الشاشه في كلا الجهازين. زي ما قلت ان الدقه اعلى مع السي 35، خليني اقول لك كمان ان سطوع الشاشه هتلاقيه اعلى مع السي 35 برضه. السطوع بيوصل لحد 480 نت في مقابل 400 نت او شمعه مع السي 30. كمان كده الشاشتين هنا جايين من نوع اي بي اس، والحجم بتاعهم تقريبا متساوي. الريلمي السي 30 جاي بحجم 6.5 بوصه، والسي 35 او ال 35 جاي بحجم 6.6 بوصه. فالفرق يعني على ارض الواقع صعب جدا ان انت تلاحظه. لكن للامانه الريزوليوشن والسطوع الاعلى بتاع شاشه الريلمي السي 35 بيخلي التجربه بتاعته افضل، وانت ماسك الجهازين كمان جنب بعض هتلاحظ ان شاشه الريلمي السي 35 افضل بفرق ملحوظ وتقدر تلاحظه عن الريلمي السي 30. من الحاجات كمان اللي الجهازين دول مختلفين فيها هي الواجهه بتاعه كل جهاز منهم. بالرغم من ان ظاهريا كده تحس ان الجهازين جايين بنفس الواجهه، ولكن على ارض الواقع هم مختلفين. الريلمي سي 30 جايب واجهه الريلمي يو اي جو اللي مبنيه على اندرويد جو، ودي نسخه مخففه من الاندرويد بتبقى معموله علشان تبقى مناسبه للاجهزه اللي مواصفاتها محدوده شويه. ولكن على الجانب الاخر الريلمي سي 35 جايب واجهه ريلمي يو اي الار اديشن، ودي عباره عن نسخه مخففه من واجهه الاندرويد بتاعه ريلمي، ولكن اللي مبنيه على نسخه اندرويد كامله مش نسخه اندرويد مخففه زي الاندرويد جو اللي مع الريلمي سي 30. اتمنى ان انت ما تكونش تهت مني، لو تهت عيد الكام ثانيه اللي فاتوا دول تاني عشان تبقى مدرك الموضوع صح. على اي حال تجربه الواجهه في الجهازين كانت سلسه جدا وما فيهاش مشاكل، والانيميشن بتاعتها سلسه. ولكن خليني اقول لك ان واجهه الريلمي يو اي الار اديشن بيبقى فيها مميزات اكتر من اللي موجوده في الجو اديشن. وفكره برضو ان الشركه تستخدم اصدار واجهه مختلف على حسب المواصفات بتاعه الجهاز دي تعتبر فكره ذكيه، لان الشركه هنا بتحاول تحافظ على افضل واسلس تجربه اداء ممكنه حتى لو الجهاز بتاعك كان المواصفات بتاعته مش عاليه قوي. فدي حركه برضو تحترم من الشركه. اما الكاميرات فالصراحه في فرق كبير جدا هنا ما بين الجهازين. الريلمي سي 35 جايب 3 كاميرات خلفيه، كاميرا للعزل وكاميرا للماكرو، فكنا منهم دلوقتي وخلينا نتكلم عن الكاميرا الاساسيه اللي جايه بدقه 50 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 1.8. وكعاده الفئه السعريه دي الالوان والديناميك رينج مش افضل حاجه، ولكن التفاصيل مقبوله جدا. والكاميرا السيلفي اللي في الجهاز جايه بدقه 8 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 2.0، واجمالا الكاميرا دي صورها تعتبر مقبوله جدا. اما الجهاز اللي اقل الريلمي سي 30 فالجهاز ده الكاميرا بتاعته يعني على قدها شويه. الكاميرا الخلفيه جايه بدقه 8 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 2.0، واجمالا يعني هي كاميرا يا دوب تأدي الغرض، وانصحك ان انت دايما تصور بيها في ظروف اضاءه قويه. اما الكاميرا السيلفي في الجهاز فجايه بدقه 5 ميجا بكسل، والصراحه واضح جدا ان معالجه الالوان والتفاصيل بتاعتها اقل بفرق ملحوظ عن الريلمي السي 35. اما بالنسبه لتجربه الالعاب فخليني اقول لك ان الريلمي السي 35 الجهاز ده قدر يشغل ببجي اتش دي على هاي، والتجربه بتاعتها كانت سلسه جدا بعكس ما انا كنت متوقع. ولكن للامانه تجربه الالعاب محتاجه تجربه عميقه اكتر من كده، وتجربه العاب مختلفه اكتر على الجهازين. فالفيديو ده يعتبر انطباع اولي عن الجهازين، وفي الريفيو الكامل هوضح الحاجات دي كلها بما فيها تصوير الفيديو على الاجهزه وتصوير في الاضاءه الضعيفه وتجربه الشبكات والمكالمات والحاجات دي كلها. ولكن بعد اذنكم انا عاوزكم تختاروا جهاز واحد من دول هو ان شاء الله اللي هينزل له ريفيو كامل. فانا عاوز اعرف انهي بالنسبه لكم يعتبر جهاز مهم اكتر، هل هو الريلمي سي 35 ولا الريلمي سي 30؟ قولوا لي في التعليقات، والجهاز اللي هلاقي الناس مجمعه عليه هو ان شاء الله اللي هينزل له ريفيو كامل. وبس كده، دي كانت كل حاجه عن تجربه الريلمي سي 30 والسي 35. طبعا لو عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات، وما تنساش لايك وكومنت وشير سبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. سلام.